فتحت التلاجة لقيت عندي علبة رز مطبوخ حوالي كوباية. تعالوا نشوف ازاي ممكن نحولها لأكلة تانية لذيذة خالص في منتهى الجمال. ايوه. عندنا جزراية صغيرة هنقطعها مكعبات نحطها تتسلق، وبعد ما تتسلق هنضيفها بعد كده على كوباية الرز اللي حطيناها في السلطانية. هنحط عليهم شوية بقدونس مفروم، وعندنا شوية ذرة، عندنا شوية دقيق حوالي نص كوباية، شوية توم بودرة، شوية بصل بودرة، ما تنسوش الملح، وعندنا شوية بابريكا. قلب قلب قلب. بعد كده عندنا شوية من المية الغازية، شوية صودا. هنحط حبة مش كتير، حوالي مثلا ربع كوباية، وهنيجي كمان نضيف بضاية. حلو. وهنقلب قلب قلب. بعد كده هتلاقوا بقى دلوقتي إن الخليط بقى ماسك نفسه كويس. هناخده بالمعلقة وهننزله في زيت سخن. خليهم شوية بعاد عن بعضهم علشان ما يلزقوش في بعض، ويا دوبك تحمر الجزء اللي من تحت هنروح مقلبينها. الله الله الله، شايفين بقى؟ شايفين القرمشة اللي من بره دي؟ أنا بموت في القرمشة دي. قدمها مع كاتشب وبس كده، عشوة لذيذة. عملنا بيهم احلى كفتة رز مقرمشة ولذيذة وحلوة جدا جدا تتاكل اكل. وبكده ما رميناش الرز، لازم تجربوها في منتهى الجمال.